صباح الفل والنشاط والهنا، وأهلا بكم في قناة منوعات أم هنا. النهاردة يا أصدقائي فيديو جديد عن وصف كنب من الخشب. فهنتكلم عن قطعة أساس من أجمل وأرقى القطع اللي ممكن تضيف للبيت روح وأناقة، الكنب الخشبي. فالكنبة الخشب مش مجرد قعدة، دي شخصية كاملة، ذوق، إحساس، لمسة دافية في كل ركن. فمن خلال الفيديو ده هنتعرف مع بعض على أنواع الخشب وطرق التصميم، وإزاي أختار الكنبة المناسبة للمساحة، وكمان إزاي نهتم بيها، وإزاي ننسقها مع باقي الديكور. فيلا بقى جهزي مشروبك المفضل وخلينا نبدأ رحلة رائعة في عالم الخشب والجمال. في البداية هنتكلم عن أنواع الخشب ونختار إيه. وقبل ما نبص على شكل الكنبة لازم نفهم الخشب نفسه. في عالم الأساس في 4 أنواع تعتبر الأشهر والأقوى. أول نوع من الخشب وهو الخشب الزان، وده الملك بقى. ليه بقى؟ لأنه هو صلب وقوي وبيعيش سنين، بيدي شكل فاخر خاصة في الأرجل والإطارات، ومقاوم للالتواء والتشقق، وده بيبقى موجود في أغلى أنواع الكنب. تاني نوع من الخشب وهو الخشب المستورد، اسمه البيتش أو السويدي، وده أخف من الزان ولكن ممتاز في الاستخدام. سعره بيبقى معقول وجودته بتبقى عالية، مناسب جدا لو عاوزة كنبة شكلها جميل وبيعيش لمدة طويلة. وفي الخشب الطبيعي الريفي اللي هو بيظهر عليه العروق الطبيعية الجميلة، بيدي إحساس دافي وكلاسيكي ومناسب جدا للستايل الريفي أو الاسكندنافي. وفي طبعا الخشب الصناعي عالي الجودة، وده بيبقى اقتصادي وبيدي مظهر عصري ومناسب لو الميزانية محدودة. فكل نوع من الخشب ليه شخصيته، ولو عرفنا الشخصيات دي هنقدر نختار الكنبة المناسبة لبيتنا بدون تردد. وبالنسبة لتصميم الكنب الخشب، فالكنب الخشب فن مش مجرد نجارة، والإطار ده الهيكل الأساسي زي العظام عند الإنسان، لازم يكون صلب متوازن وزواياه متقنة. وبالنسبة للأرجل، فالأرجل الخشبية المقطوعة باليد إضافة جمالية رائعة، وفي أرجل مستقيمة منحنية أو محفورة بطريقة ملوكية. أما بالنسبة للظهر والمساند، ممكن يكون الظهر كامل الخشب أو خشب مع تنجيد، أو تنجيد كامل مع تفاصيل خشبية على الأطراف. فاللمسات والتفاصيل زي التطعيم بالنحاس والنقوش الخفيفة أو تدرجات الألوان، كل تفصيلة بتخلي الكنبة مميزة ومختلفة عن أي قطعة أخرى.
ولو اتكلمنا عن انواع التنجيد المناسبة، فالتنجيد هو اللي بيكمل جمال الخشب. ففي القماش الكتان ده بيبقى خفيف وأنيق وبيدي شكل فخم وهادي. وفي التنجيد المخمل ده الفلفيت، فخامة مطلقة بيناسب الخشب الداكن جدا. وطبعا الجلد ده عملي، بيبقى سهل التنظيف وبيدي طابع كلاسيكي قوي. أما الأقمشة القطنية الملونة فهي بوهيميا وستايل المرح. فاختيار التنجيد بيعتمد على ذوقك وطبيعة جلوسك وعدد أفراد الأسرة. ازاي تختاري كنبة خشب بتناسب مساحة بيتك؟ فلو غرفة صغيرة اختاري الأرجل الرفيعة والظهر الخفيف والألوان الفاتحة، دي كلها بتوسع بصريا. ولو غرفة كبيرة اختاري كنبة خشب بإطار عريض وتفاصيل محفورة وخامات غنية زي المخمل. أما بالنسبة للاستخدام اليومي، لو الاستخدام كتير اختاري خشب زان وتنجيد قماش عملي ووسائد قابلة للغسيل. ولو هتستخدمي الكنبة للضيافة ركزي على الشكل الفاخر والخشب الغامق، ويبقى تصميم كلاسيكي أو مودرن راقي. ودلوقتي هنتكلم عن تنسيق الكنبة الخشب داخل الديكور. فهنتكلم عن الألوان المناسبة. فالخشب بيليق عليه ألوان طبيعية زي البيج والأبيض والرمادي الفاتح والأخضر الزيتي والأزرق الداكن. أما بالنسبة للسجاد، فالسجاد العجمي أو الهندي بيدي دفء رهيب تحت الكنب الخشب. وهنا زي ما انتوا شايفين كنبة من الجلد، ودي بتبقى عملية جدا وسهلة التنظيف. وهنا الكنبة بإطار عريض وألوان فاتحة، والكوشن عملها عليها ألوان رقيقة جدا وحط على كوشن غزالة عاطية منظر جميل جدا. وهنا مستخدم الخشب الطبيعي، الترابيزة والترابيزة وحدة التلفزيون. وهنا كنبة سيمبل خالص عبارة عن كنبة خشب وعليها التنجيد بتاعها. وهنا نوع راقي جدا من الكنب حلو جدا، عبارة عن كنبة وكرسيين خشب من الخشب الزان الطبيعي وأعملهم باللون الغامق. وهنا خشب من اللون الفاتح وحاطط عليه تنجيد رمادي. شكل الكنب هنا مودرن وشيك جدا وعصري. فأنواع كتيرة وتصميمات كتير من الكنب الخشب جميلة جدا. وهنا فاتح وهنا كنبة حلوة مريحة متنجدة بالأوف وايت. شايفين هنا الإطار الخشبي مع الترابيزة الخشب والكوشن. وهنا حاطط كنبتين وكرسي وترابيزة برضو خشب من نفس النوع. ممكن برضو الكنبة الخشب بتنفع في لو الواحد عنده جنينة او الحدائق، بتبقى برضو عملية ومريحة جدا، بس يكون خشب مدهون مقاوم للرطوبة والمية. وده نوع القماش كتان، او هنا البوكليت. شايفين الجمال والشياكة بتاعة الكنبة.
وكمان مريحة في القعدة. وهنا الخشب فاتح مع اللون الرمادي. ولو اتكلمنا عن الإضاءة، فالإضاءة الصفراء الهادية بتظهر جمال العروق الخشبية، خاصة لو الخشب داكن. واللي بيكمل الشياكة بتاعة الكنبة الخشب الطاولات الخشبية اللي في النص أو الجانبية، بتدي لمسة فخامة مكملة للكنبة الخشب. ودلوقتي هنتكلم عن العناية بالكنبة الخشب عشان الكنبة تعيش معاكي سنوات طويلة. طبعا التنظيف المستمر، فاستخدمي قطعة قماش جافة تمسحي بيها التراب، وابعدي عن المواد القاسية أو مواد كيماوية. التلميع باللمع الخشب كل شهر بزيوت طبيعية أو ملمع خشب بيديها حياة ولمعة هادية. فالخشب كل ما تلمع كل ما بيدي روح وحياة وبيبقى شكله جميل جدا. وكمان لازم التلميع الكنبة الخشب اللي بتبقى في الحديقة أو جنب الشمس عشان ما تبهتش. وكمان بنتجنب الشمس، فالشمس العالية بتغير لون الخشب. فلو جنب الشباك استخدمي ستارة شفافة خفيفة عشان تحجب الشمس عن الخشب. ولو انتي بتمسحي ما تجريش الكنبة او بتنقلي الكنبة ما تجريهاش على الارض عشان ما تفكش من تحت. وقبل ما نشتري الكنبة لازم نعرف استخدامات الكنب الخشب. ففي عدة سيناريوهات لاستخدام الكنبة الخشب ممكن نحطها في غرفة المعيشة، بتبقى قطعة رئيسية بتدي ثبات ورصانة، أو في البلكونة لو البلكونة مغطاة. ولو الخشب معالج ضد الرطوبة بيكون رائع مع النباتات وإضاءة دافية. أو في غرفة الضيوف بيدي طابع استقبال مميز. أو في المداخل الواسعة بتبقى كنبة خشب صغيرة مع مراية كبيرة، بتبقى تحفة فنية. ولو اتكلمنا عن التفاصيل الحرفية في الكنبة الخشب، فمن أهم الأشياء اللي بتميز الكنبة الخشب الحرفة اليدوية. فالتفاصيل الصغيرة اللي ساعات ما بناخدش بالنا منها، لكنها بتفرق جدا في الشكل والملمس وطول العمر. فهنا هنتكلم عن النقوش اليدوية سواء كانت خفيفة أو بارزة. فالنقوش بتدي إحساس بالفن والتراث. والصنفرة المتدرجة دي مرحلة مهمة جدا بتظهر نعومة الخشب ولمعته الطبيعية. وكمان الحواف المتقنة، فالحواف اللي معمولة بإتقان بتكون مريحة آمنة وبتدي شكل فاخر. والتوصيل بين القطع زي الوصلات المتشابكة اللي بتثبت ان الشغل احترافي ومتين. اللمسات دي هي اللي بتحول الكنبة من قطعة عادية لقطعة فنية تستاهل انها تكون في بيتك. والكنب الخشب بين الكلاسيكي والمودرن، فالكنب الخشب مش ستايل واحد، بالعكس تماما هو عالم واسع من الاختيارات.
ففي الكلاسيكي دي بيبقى خامات تقيلة والوان غامقة زي ما احنا شايفين في الصورة، بتبقى خامات تقيلة والوان غامقة، نقوش دقيقة وتفاصيل بارزة، مناسب للصالونات والمجالس الرسمية، بيدي احساس بالفخامة والرقي. اما المودرن بتبقى خطوط مستقيمة وبسيطة، بيبقى خشب فاتح او ملون وتنجيد خفيف وعملي، مناسب للمعيشة اليومية والمساحات الصغيرة. وفي الاسكندنافي وده بيبقى خشب فاتح جدا زي البلوط، وبتصميمه بيبقى ناعم وبسيط وبيعتمد على الراحة والوظيفة قبل كل شيء. وفي الريفي ده بيبقى خشب طبيعي بخطوط وعروق زهرة، وبيبقى ألوان ترابية دافية، بيدي إحساس بالألفة والراحة ودفء البيت. المهم اختاري الستايل اللي يناسب شخصيتك، لأن الكنبة الخشب مش مجرد قطعة، لا دي روح للمكان. شايفين ستايل الكنبة دي جميل جدا، خشب فاتح واللون رمادي، والكوشن لايقة مع الألوان ومع لون الحيطة. وهنا الخشب عريض والأورنج حلو جدا، وهنا الألوان برضو الفاتحة لايقة مع الحيطة ومع البرواز. وده كنب خشب للحديقة مناسب جدا للأماكن المفتوحة. ودلوقتي هنتكلم عن أهم أخطاء ناس كتير بتقع فيها عند اختيار الكنب الخشب. ان احنا بنختار نوع خشب مجهول او غير معروف، فناس كتير بتشتري الكنبة لانها عجبتهم شكلها بس بدون ما يعرفوا نوع الخشب، وده اكبر خطأ، لان في انواع خشب بتتأثر بالرطوبة وبتأثر عمر القطع جدا. تاني حاجة التركيز على التنجيد وإهمال الهيكل، فكتير من الناس بيشوفوا الكنبة منجدة كويس فبيفتكروا إنها ممتازة، لكن الهيكل الخشبي ممكن يكون ضعيف أو مفكوك من جوه، فالهيكل هو الأساس مش التنجيد. تالت حاجة ممكن نقع فيها بنتجاهل وزن الكنبة، فالكنبة الخشب المتينة لازم يكون وزنها مناسب، مش خفيفة جدا، عشان لو خفيفة غالبا الخشب بيبقى ضعيف او في اجزاء صناعية رخيصة، ولو تقيلة زيادة ممكن يكون نوع خشب غير عملي. برضو من الاخطاء الشائعة اختيارك لون خشب مش مناسب لمساحة الغرفة، فالخشب الغامق في غرفة صغيرة ممكن يخلي المكان مكتوم، والخشب الفاتح في غرفة ضخمة جدا ممكن يظهر بسيط بزيادة، فالتوازن بيكون مهم. من الأخطاء برضو إن احنا مش بنجرب الجلوس على الكنبة قبل ما نشتريها، فناس كتير بتشتري الكنبة اونلاين بدون ما يجربوا الجلوس، وده خطر، لان ارتفاع الجلوس وعمق المقعد والظهر بيختلفوا من تصميم لآخر. برضو مش بنهتم بحماية الخشب من الشمس، فالشمس المباشرة بتغير لون الخشب وبتعمل بقع باهتة مع الوقت، فضروري يكون في ستارة او بتغيري مكان الكنبة لو الشمس قوية. برضو من الاخطاء اللي احنا بنقع فيها استخدام مواد تنظيف غلط، اي منظف قوي ممكن ينزل لمعة الخشب او يسبب بقع، فلازم مواد مخصصة او زيوت طبيعية. بنشتري كنب بشكل على الشكل فقط بدون مراعاة الاستخدام، ففي كنب خشب شكلها تحفة لكنها غير مناسبة للاستخدام اليومي او لو في اطفال، فلازم نشوف استخدامها ايه ومع مين.
وفي النهاية الكنب الخشب مش مجرد أساس، ده قطعة فيها روح وصنعة وتاريخ. فكل تفصيلة اتعملت بإيد فنان، وكل لون وملمس وحافة بتضيف جمال وأناقة. لو بتفكري تغيري ديكور بيتك أو تضيفي قطعة مميزة، فالكنب الخشب اختيار مضمون أنيق بيعيش ويدي جمال لا ينتهي. شوفوا الجمال واختاروا اللي يناسبكم، واستمتعوا بكل لحظة في بيت مرتب وراقي ودافي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس وتشاركوا أصدقائكم الفيديو عشان يوصل لكم كل جديد عن الجمال وعالم الديكور. وشكرا على المتابعة، وباي باي.